السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة أسامة شعبان بتاع التشطيبات على اليوتيوب وعلى بيج الفيسبوك أسامة شعبان بتاع التشطيبات وشركة الأهرام للتشطيبات والديكورات. النهارده هنعمل لكم شقة في كومباوند جنة موجودة في أكتوبر قدام نادي نقابة المهندسين. تمام؟ كومباوند جنة أنت مبدئيا بنبتدي مع بعض من أول باب الشقة، إحنا مغيرين باب الشقة، باب الشقة كان باب خشب مغيرينه ومركبين باب مصفح برضه زي ما إحنا متعودين 11 سم تصفيح كامل، كل الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده. أول ما ندخل إحنا موجود عندنا الحمام بتاع الضيوف، إحنا مغيرين فيه السيراميك. تمام؟ مغيرين السيراميك بتاع الحمام كله بالكامل. الشقة هنا احنا مش مغيرين سيراميك الشقة كله بالكامل، احنا مغيرين السيراميك الخاص بالحمامات والمطبخ عاملين فيه تعديل بسيط، هتبصوا تشوفوه معانا برده وقولوا لنا ايه رأيكم. الحمام هنا احنا مكسرين السيراميك كله بالكامل، مغيرين السباكة كلها، الشقة مغيرين فيها شغل كهرباء بالكامل، وهنبص مع بعض على شوية تفاصيل صغيرة. تمام؟ احنا هنا مغيرين السيراميك، انا ما عنديش هنا يعني غير القعدة بتاع التويليت والحوض، ما عنديش شاور، ما عنديش أي حاجة. طبعا هنبص في الشكل النهائي هيكون فين. عندي لوحه الكهرباء هنا على طول اول ما بندخل ورا باب الشقه، بيكون عندي هنا الانتركم. تمام؟ عملنا يعني السقف عندي هنا عاملينه فلات، هيكون في شويه اضاءات برده كده جديده، شغل البروفايل لينت اللي موجوده على الحيطه ده برده بيدي لمسه جماليه لطيفه جدا، بيكون في هيدن لايت حلو الكلام. انا عندي ريسبشن هنا، اول ما بدخل عندي بيكون عندي هنا ريسبشن، لو الكاميرا تيجي معايا هنا من بعيد تظهر معايا الريسبشن كله. بيكون عندي هنا مدخل للبلكونه، اوريها لكم برضه من الجنب التاني. هنا مدخل للبلكونه، وفي عندي غرفه ليها مدخل لنفس البلكونه، يبقى الاثنين معايا بيطلعوا على نفس البلكونه. تمام؟ عاملين هنا السقف عندي هيكون فلات، هيكون في شغل بروفايل ليد، هيكون في شغل سبوتات، لسه الشباب شغالين في شغل الكهرباء بيقطعوا السبوتات الكبيره دي، بيكون فيها سبوتين جنب بعض. تمام؟ هندخل مع بعض ونبتدي مع بعض هنا كده بدايه من عندي من الطرقه. الشقه بتكون 3 غرف وريسبشن، وبيكون عندي 3 حمامات، واحد ضيوف وواحد للشقه كلها وواحد في الغرفه الماستر. تمام؟ هندخل مع بعض. اول ما بدخل هيكون عندي هنا المطبخ، في شقق انا معدلها وفاتحين هنا، عاملين الجزء اللي هنا ده كده كله بيكون مطبخ امريكان كيتشن. هنا احنا مش عايزين نعمل امريكان، فاحنا هنا زي ما احنا عاملين، بس هندخل هقول لكم على حاجه بسيطه جدا. انا كسرت السيراميك كله اللي موجود، بحرت الحوائط كلها، عملنا سيراميك جديد في الاجزاء اللي ظاهره بس في المطبخ، مش في المطبخ بالكامل. يعني احنا خلصنا، انا عندي المطبخ هنا برضو، لو تدخل معايا كده ممكن ندخل مع بعض. شيل السلم ده هنا. تمام؟ ده المطبخ ظاهر عندك كويس. طيب ده المطبخ عندك، احنا عاملين ديزاين ده، هيكون عندي هنا غساله في الجزء ده، لسه هنفتح هنا في الجزء ده، هيكون عندي الحوض، وهيكون عندك بقى المطبخ كله بالكامل. هيكون عندي هنا البوتاجاز، عندي جزء هنا، عندي الميكروويف في الجزء ده، وعندي الجزء ده الثلاجه. طبعا كل حاجه معمول لها حسابها في المقاسات. تمام؟ عندي ده كله ده تاتش. تمام؟ عندي الاجزاء دي بالمقبض المخفي هنا اهو. تمام؟ في الجزء ده طبعا تفاصيل المطبخ وشغل المطبخ بيكون ليه تفاصيل ثانيه وشغل ثانيه. ان شاء الله برضه لو حابين موضوع المطابخ نعرضها لكم اكتبوا لنا في الكومنتات، ممكن نعرض لكم شغل المطابخ نفسها مش كتشطيب. تمام؟ طب انا بعد ما خلصت المطبخ اللي هو ده والجزء العلوي وركبت الرخامه بتاعتي، باجي في كل الاجزاء اللي ظاهره عندي بعمل لها الاجزاء السيراميك
زي ما احنا بقى متفقين على حسب السيراميك. ده الشكل الانسب للعميل اللي اختار. هيكون عندي هنا البوتاجاز، لو انتوا واخدين بالكم انا ورا البوتاجاز هنا مش عامل اي حاجه في الجزء ده، مفيش سيراميك، احنا محارين وعاملين نقاشه لان مش عاملين اي سيراميك خالص. الجزء ده عندي مرفوع لفوق، هيكون في عندي هنا الشفاط بتاع البوتاجاز اللي بيرفع. ده كده بالنسبه للمطبخ. نطلع بره نبص على باقي الشقه نشوف ايه التفاصيل اللي فيها. هتلاقي ان فيما بعد كده ان شاء الله لما تتفرجوا على الشقه بعد التشطيب، انا عندي هنا الطرقه برضه قبل ما انسى معمول فيها خطوط بروفايل ليد على الحوائط وماشيه معايا مع السقف مع 3 سبوتات في النص كده، تمام؟ برضه لو في اي حد هيعمل شغل بروفايل ليد لازم لو السقف عندك مقفول لازم نفتح له على الاقل سبوت او 2 علشان الكهربائي يقدر يدخل السبوتات بتاعته. البروفايل ليد ده الترانسات البروفايل ليد ده بيكون ليه ترانس معين وعلى حسب قوه التحمل بتاع البروفايل ليد. يعني وليكن مثلا بروفايل ليد هو بالمتر، المتر مثلا 15 واط 20 واط 30 واط، بتشوف حضرتك بتحتاج كام متر، ودي قصه حسابيه كده تخص شغل الكهرباء. ولكن عشان اوصل لك المعلومه ان بيكون ليه ترانس لازم هو اللي يشتغل بروفايل ليد. طب الترانس ده هنحط فين؟ لو انا عندي سقف فلات زي كده بيتحط في السقف فلات، لو انا ما عنديش سقف فلات فبضطر ان انا اعمل له بواط في اي مكان مستخبي 20 في 20 وليكن احط فيه الترانسات بتاعتي. ده كده عند الطرق، تمام؟ هاجي اول غرفه، انا عندي هنا غرفه، عندي هنا الثانيه، عندي هنا الغرفه الثالثه للمصدر والوش، وعندي هنا الحمام. طيب تعالوا ندخل مع بعض اول غرفه. دي اول غرفه معايا بالنسبه لي، دي البلكونه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا اقدر ادخلها من الريسبشن واقدر ادخلها من الغرفه هنا. طيب هنا احنا عملنا ايه؟ طبعا احنا بنحدد الاول النقط الخاصه بالدش، يعني احنا عايزين هنحط الشاشه فين، فاحنا هنحط الشاشه بتاعتنا في الجزء ده، فاحنا عملنا له النقط بتاعتنا، تمام؟ وبرضه لما تيجي تجهز للدش لازم يكون في عندك فيشتين مش فيشه واحده، فيشه تشغل الشاشه وفيشه بتشغل الريسيفر، اوكي؟ طبعا معدلين في الكهرباء، انا عندي في الجزء هنا هيكون في ليفنج، فهيكون في عندي ركنه في الجزء ده، فبالتالي انا رفعت شغل الكهرباء كله فوق مستوى الركنه، تمام؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا لازم نحدد مع بعض كل حاجه بالتفصيل. طيب وبرضه جهزنا لشغل التكييفات لان هنا مش مجهز في الكومباوند بشغل التكييفات، فاحنا جهزنا شغل التكييفات اللي موجوده معانا، علقنا السداد بتاعتنا، طلعنا الاخرام بتاعتنا لبره وحطينا الماسوره علشان يمشي فيها الكابلات بتاع التكييفات، تمام؟ طبعا هنا ايه؟ عملنا السقف بتاعنا كله فلات، هنا هيكون برضه في شويه شغل اضاءه، طبعا مش هيظهر معاك غير لما التشطيب ان شاء الله النهائي انتظروه واتفرجوا عليه هيجيبكم كده. دي كده اول غرفه. هندخل ثاني غرفه، تمام؟ ثاني غرفه عندي هنبتدي معانا من هنا. برضه عايز اقول لكم ان احنا الابواب هنا مغيرين الابواب، مركبين برضه وشاش زي ما انا معودكم دايما ان احنا لو انا عندي ابواب شكلها مش عجباني فانا بركب لها وشاش من بره ومن جوه، بغذيها كويس، بكبسها كويس، بغير لها مفصلاتها، برحلها يعني لورا ملي او 3 4 ملي على حسب ما مساحه الوش هيكون موجود ايه والمساحه بتاعتي بتاع الحل. الحل ده مدهون دوكو فورم، تمام؟ ده نوع دهان اسمه دوكو فورم مع الابواب، هيظهر معانا برضه في التشطيب النهائي شكله هيكون عامل ازاي. طيب ده تاني غرفه، نفس الموضوع برضه بنحدد مع بعض نقطه الدش هنا بالبرايز بتاعتي اللي موجوده، زودنا نقطتين 3 مع الاضاءه بتاعتي وانا داخل. الجزء اللي هيكون هنا هيكون هنا في مكتب، هيكون علق التكييف عندي فوق، توزيع السبوتات اللي موجود معايا، طبعا في شغل اضاءه برضه لسه ما اتعملش، الجزء ده كله خاص بالسبوتات لسه بقى هيتعمل. يلا بينا نبص على الغرفه الثالثه. الغرفه الثالثه دي هي الغرفه الماستر، وبرده زي ما انا بقول لكم دايما لو انا عندي طرقه طويله لازم يكون عندي مفاتيح في بدايه الطرقه من هنا، ويكون عندي مفاتيح هناك في اخر الطرقه، عشان لو انا داخل او انا خارج من هنا اقدر اتحكم في الاضاءه بتاعتي من هنا او من هنا. ده اسمه مفتاح ديفيتير، تمام؟ هندخل مع بعض هنا. وبمناسبه مفتاح الديفيتير هم عاملين الاضاءه بتاع الغرفه عندي من هنا، وانا السرير عندي هيكون جوه. تعالوا مع بعض نبص. انا هنا عامل تجهيزه خشب هتكون ورا السرير، وهيكون عندي السرير هنا، فانا عامل برضو نفس الموضوع، هيكون عندي مفتاح ديفيتير بين هنا وبين هنا، وهيكون عندي شغل هنا بروفايل ليد، تمام؟
لو انتم شايفين هنلاقي في هنا خطين وهنلاقي في هنا خطين. هيكون السرير معمول عندي في الجزء ده، هيكون في عندي دولاب معمول على نظام دريسنج، هيكون مفتوح بظرف ازاز، برضو في شغل بروفايل ليد. عندي هنا الشباك، وعندي هنا بلكونه صغيره في الغرفه، تمام. وعندي هنا الحمام ده غرفه الماستر، برضه احنا مغيرين السيراميك بتاعه. الحمامات كلها عاملين فيها شغل بروفايل ليد، الاضاءه اللي على الحوائط وتقسيم الاسقفطات، ومغيرين السيراميك بتاع كل ده هيشوفوه بالشكل النهائي. وان شاء الله ربنا يكرم ويعجبكم الشغل وتتبسطوا بيه. انا عندي هنا في الجزء ده، تمام، زي ما احنا قلنا عندي تجاريد الخشب دي. هي الخشب دي معموله بنظام معين بشكل معين على حسب ما عاجبه العميل. هتشوفوه ان شاء الله برده في الاخر، وهيكون في بروفايل ليد طالع من الحيطه على السقف ان شاء الله ربنا يكرم. وشكرا لكم جدا، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وما تنسوش يا جماعه تعملوا شير في الجروبات الناس انها تشوف الشغل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.